يوجد شعب يأكلون الربا ويأكلون الحرام ويتبعوا الناس ويعزوا ولاد الفاميليا ويضحكوا على الزوالي ويقولوا اللي لا باس به. هادو الناس راهم فسدوا المجتمع الجزائري بأسره. لازم يفيقوا الرجال يدكوهم في الحباسات، لازم يفيقوا الرجال يدخلوهم الحبس. راهم واش يديروا الكبابيل هادو؟ يلموا كلون تاع عربان بني خرفان يحطوهم في الطراوق يعسوا الشبيبه. علاه يعس في الشباب؟ باش ما يعيش حياته. بني كلبون يعطيوهم الصوار ويزيدوهم في القوه ويقولوا لهم تبعوا ولاد الناس. علاه؟ باش يغدروا بهم ويباصيهم في الحباسات ويخليوا ولادهم يعيشوا كالحيوانات. تسمى كما يقولوا راسو يدير باش ما يشوفوش ولد الفقير. فهمني؟ باش الانسان هذاك اللي فقير ما يشوفوه ما يسخف على حاجته. بصح كي يشوفوا انسان لاباس عليه خدام وحل بعرق جبينه يخدم في خدمه حليليه ويشري في التليفونات اللي يشريو فيهم ولادهم وياكل من الماكله اللي ياكلوا ولادهم يغيروا منه. يقول لك هذا راهو حاب يوصل لقدورنا. وهو اقسم برب العزه مادام ربي لي يرزق واحد ما يقدر يقطع لي رزقي. وتباتوا تتبعوا وتباتوا هزين التليفونات وتتبعوا في ولاد الناس. والله واحد ما يقطع الرزق بخلاف ربي. مادام ربي على باله بالانسان هذاك باللي راهو ياكل من الحلال تموت ما تقدرش تقيسو. تقود لربي سبحانه. ربي ما راحش يوفقك وما راحش يرزقك لانه انت تقول يا ربي يطيح في النصب ويدخل الحبس. ربي يجاوبك من فوق يقول لك دز معاه واش دار لك الانسان هذاك باش ندخلوه الحبس. تسمى الضربه تجي بك كون فيا كنت انت اللي داخل الحبس. علاه؟ باسكو ربي يسخطك، باسكو انت انسان دليل حقار وشكام.